السلام عليكم. من وانا صغير 13 14 سنه كده، وانا بقى نفسي جدا 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 ابقى بني ادم ناجح. بقى عندي اوبسيشن، بقيت بتفرج على كل الفيديوز بتاعت الناس الناجحه وازاي تبقى ناجح وازاي مش عارفه ايه. فانا في الفيديو ده صراحه عايز اتكلم على جزء من الحوار دوت، وهو الروتينات بتاعت الناس الناجحه دي، اللي هو بقى الصحيان بدري والمديتيشن والحاجات دي كلها. انا كنت بعمل الحاجات دي وانا مش عارف ايه معناها قوي. كنت بستنتج يعني صحيان بدري، تصحى قبل اعدائك بقى ومش عارفه ايه. المديتيشن عشان تبقى حكيم، فاهم؟ انا ما اعرفش المديتيشن كان لايه، وكنت بعملها وخلاص. ماشي. فمع الوقت في حاجات كتير قوي انا اكتشفت هما ليه بيعملوا كده. طبعا اكتشفت في حاجات كتير قوي هاكس عادي يعني. بس انا عايز في الفيديو ده اتكلم على كذا حاجه انا كنت فاكرها بلا سبب، او بقلدها على الفاضي، او كنت فاكرها سبب وطلع سبب تاني. وقد ايه هي يا اما اثرت معايا يا اما انا لسه ما عملتهاش مثلا، بس انا عرفت سببها دلوقتي. وهبدا طبعا بايه؟ باعظم حاجه، الصحيان بدري. انا كنت فاكر ان الصحيان بدري زي ما قلت لك بقى علشان قبل اعدائك، وعلشان بقى تبقى بتشتغل من بدري، وعشان مش عارف ايه. مصر اكتر بلد فهمتني العكس. يعني مصر اكتر بلد الناس بتسهر وتصحى متاخر ويومها متشقلب، وستيل ممكن تبقى ناجحه، وستيل ممكن تبقى قدوه، وستيل ممكن يبقى كذا حاجه. بس انا ما كنتش عارف بقى السبب الحقيقي ورا الحوار ده، وهو السبب ايه؟ هي الطاقه. من ناحيتين. اولا ان انت بتحاول تحتل طاقتك اللي بتبقى في عزها الصبح. انت بتبقى عارف بقى وراك ايه، او عايز يبقى وراك ايه، او عايز تسعى لايه وكده. فبتبقى عارف ان اكتر وقت انت مخك فايق فيه، واكتر وقت انت بتبقى صاحي فيه، واكتر وقت بيبقى فيك طاقه، هو بيبقى الصبح بدري. فانت بتصحى بدري قوي، تشتغل تحط طاقتك فيها وكده، علشان بالليل الهرمونات بتاعت النوم بتبدا تطلع، الناس بتبدا تيجي ومش عارفه ايه، ومليون الف حاجه. ده سبب كبير، الطاقه، التركيز، الناس. وفي سبب كمان، وهو ليه علاقه بالطاقه برضو، بس هو ملوش دعوه بالشغل. هو ان انت كبني ادم انت محتاج يكون ليك طاقه تستحمل، وطاقه تركز، مش في الشغل، في حياتك. تركز مع عيلتك وهم عاوزين منك ايه، وطريقتك عامله ازاي معاهم، وتستحمل لو هم فيهم نيجاتيف انرجي بيطلعوها عليك او ايا كان. تستحمل الناس اللي في الشغل، تستحمل الناس اللي في الشارع، تستحمل المواقف، تستحمل الابتلاءات اللي ربنا يحطها في حياتك. انت محتاج يبقى عندك طاقه. حاجه من الحاجات الاساسيه في الطاقه هي النوم. هي ان انت يبقى نومك ثابت، نومك صح، اللي بيخليك تنام لما بالليل يجي وتصحى لما الصبح يجي. ودي حاجه يعني انا ما اعرفش ايه الكلمه، بس حاجه فاهم اثريه، حاجه من قديم الازل واحنا بنعمل حاجه زي كده. احنا بيولوجيكلي المفروض نعمل حاجه زي كده، فاهم؟ فدي بالنسبه للنوم، بالنسبه للصحيان بدري وصحيان الفجر وصحيان كل حاجه. وسبب ديني برضو، وده بالنسبه لي حاجه انا مركز فيها الايام دي قوي، وهي ان انا اعرف ابقى مظبط نومي، ان انا اعرف اقوم اصلي الفجر. انا صعب ان انا انام الصراحه يعني بعد الفجر، فبحاول اقوم اصلي الفجر وما انامش تاني، فلازم انام بدري. وفي نفس الوقت في مقوله معروفه قوي، انا ما اعرفش هي من حديث ولا من ايه، بس انا ما اظنش ان هي من ولا ده ولا ده، بس حاجه معروفه جدا وحاجه انا بحبها جدا، ان ربنا بيوزع الارزاق الصبح. دي بالنسبه لي جمله بجد في قلبي من جوه كده. فعشان كده انا بحاول اسعى جدا 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 ان انا اصحى بدري على قد ما اقدر. طيب، تاني حاجه وهي زي ما قلت المديتيشن. المديتيشن انا كنت شايف ان ده بيقوي تفكيرك. ده بيقوي ان انت لو في فكره في دماغك تبقى مختلها كده، فاهم؟ وتعرف تفكر فيها كويس، تفكر فيها من كل الجوانب بتاعتها، وتفكر في ده. ولو في عندك افكار انت مش مديلها حقها ومش مديلها وقتها، ده وقتها. ولو في مثلا افكار انت ما عندكش وقت في حياتك، ان انت على طول مشغول او على طول مشتت، فانت الوقت دوت هو بتاع الافكار دي. انا كنت فاكر الحاجات دي كلها، فبالتالي التشتت بالنسبه لي كانت حاجه زباله قوي، عشان هي ما كانتش بسبب الحاجات دي كلها. المديتيشن لحد دلوقتي انا مش فاهم هو السبب الاساسي ايه، عشان انا بتكلم على اللي انا حسيته واللي انا سمعته برضو من كذا بودكاست، بس يعني دول رايهم في الاول وفي الاخر. هو الى حد ما بيفكرك ان انت في الدنيا، وانت اللي ماشي في الدنيا، مش الدنيا اللي ماشيه بيك.
انت بتقعد وتاخد نفس وتاخد بالك ان انت تعرف تاخد نفس في الدنيا، تعرف ان انت عندك وقت في الدنيا دي، عندك وقت تفكر، عندك وقت تتنفس، عندك وقت تاخد بالك من حاجات انت مش واخد بالك منها، عندك وقت. ودي حاجه فيا انا بقى صعبه قوي وبتساعدني فيها، انك تفكر قبل ما تتكلم. انت بتبقى اهدى، انت بتحس ان انت بتاخد نفس كده كل يوم الصبح بتعمل مديتيشن، فاهم؟ تاخد نفس، انك تعرف ان انت لسه في الدنيا دي وماشي معاها ومعاك تحكم الى حد ما. دي كانت ماي اون اكسبيرينس. انت طبعا يور اون اكسبيرينس ممكن تبقى حاجه تانية. في الحاجات الاسباب اللي انا كنت بقول لك ان هي مش صح ممكن تبقى في منهم صح لناس. انا بتكلم على ايه؟ ماي تايب اوف مديتيشن يعني. والمديتيشن اللي بتكلم عليه عشان لو بس حد ايه فاهم في الحوار ده وعارف ان في انواع مديتيشنز، هو المديتيشن العادي جدا انك تقعد تثبت وتقعد تركز في نفسك بس، تركزش في اي حاجه تانية، تحاول كل ما دماغك تروح حته تروح جايبها لنفسك تاني. وحاجه كمان وهي التمرين. انا الصراحه كنت شايف ان التمرين علشان الجسم الحلو طبيعي، انا عايز ابقى ناجح، والنجاح بيبان في المايند سيت وفي الجسم. وفي الجسم هو جسمه حلو ليه؟ عشان بيروح الجيم، هو عايز جسمه يبقى حلو فبيروح الجيم. انا كنت غلط شويه في الحوار ده طبعا، ده جزء كبير ان هو ليه بيروح الجيم، بس في جزء اكبر. جسمك ليه اثر كبير قوي 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 في مخك وطريقه تفكيرك. كان في حاجه كده اتعلمناها واحنا صغيرين، كان بيقول لك ايه؟ العقل السليم في الجسم السليم. فكره ان انت تكون بتتمرن ممكن يبقى قلبك بيعدي بهاي انتنسيتي تمرينه، وممكن ان عضلاتك اكتف وجسمك بيحرق وبيحرق اللي فيه، والدم بيعدي بسرعه ومخك بيفوق. الحاجات دي كلها بتاثر جدا في طريقه تفكيرك وبتاثر جدا في طاقتك. فهي الناس دي مش بتروح الجيم عشان تخلي جسمها جامد، الناس دي جسمها جامد عشان بتروح الجيم. بس السبب اللي بيفرق معاهم قوي، مش لازم اقول لك الاساسي، السبب اللي بيفرق معاهم قوي هو دماغهم. الفرق الحقيقي اللي هم بياخدوا بالهم وبيسعوا له. واخيرا وليه الفيديو دوت، طبعا في مليون الف حاجه تانية الناس الناجحين بيعملوها ومفيش حد شبه التاني قوي، وفي مليون الف حاجه انا لو مكانك صراحه ابص على الحوار اكتر. بس بقى اخر حاجه عايز اتكلم فيها، ودي حاجه بيرسوناليزد مني شويه، هي مش حاجه واو، هي مش حاجه انا مخترعها، بس حاجه انا ما اضطريتش اقراها عشان اكون بعملها. وهي واوريدي اتكلمت عليها شويه قبل كده، هي ان انا بحس ان الصبح ده بالذات الصبح قوي 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 لما بتصحى، بحس ان ده وقت ليك انت وربنا وبس. الوقت اللي تدعي فيه بالذات لو بعد الفجر او في الفجر، الوقت اللي تحفظ قرآن فيه، الوقت اللي تقرا فيه قرآن عامة، الوقت اللي تاخد درس دين مثلا على يوتيوب ولا حاجة، لو متابع شيخ او حد. انا بحب مصطفى حسني. بحس ان ده الوقت بتاعك بتاع ربنا، بحس ان ده الوقت الصح اللي انت فعلا تبدا بيه يومك، فاهم؟ فالكومبو انا بالنسبه لي الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي دي، كومبو الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي دي، اذا كانت الصحيان بدري مع المديتيشن مع التمرين مع الدين والقران وقربك من ربنا، حاسس ان ده احسن روتين صباحي بالنسبه لي دلوقتي، بالذات في السن اللي انا فيه ده، بالذات ان انا لسه متخرج ومحتاج ابني حياه. بس هو ده الفيديو بتاع النهارده. اي هوب انه ساعد. ربنا معاك في اي حاجه انت بتسعى لها، اسعى بكل قلبك. ما تنساش ان انت في الدنيا وهدفك هو انك تكسب في الدنيا وفي الاخره. بس فربنا معاك، ربنا معانا كلنا، واشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.